بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعالوا نشوف الكحك بتاع العيد يا حبايبي. معلش نزل متأخر بس لسه قدامنا يعني يومين ثلاثة اهو. اعملوا بقى بالطريقة بتاعتي دي، هتشوفوا طريقته حلوة قوي وطالع جميل جدا ما شاء الله. يعجبكم بالطريقة دي، مقادير سهلة وخفيفة واقتصادية في نفس الوقت، برضو مش مكلف قد كده. طيب هنشوف بقى. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده يعني هتعملها تضاعفي الكميات، تضاعفي المقادير، ماشي؟ يعني انا عامله كيلو واحد، لو هتعمل 2 كيلو ضاعف المقادير بقى. تعالوا نقول النهارده بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا هعمل كيلو دقيق، يعني 8 كوبايات دقيق، معايا 550 سمنه، ماشي؟ يعني نص كيلو ومعلقتين كبار هرميين. هنسيحهم على النار ينفكهم لحد ما يسخنوا، يعني لدرجه مش هنقدحوا اول درجه كده ما يسخنوا قوي، لا احنا عايزينه يسخن قوي صحيح، بس مش يدخن كده لدرجه ان يتقدح قوي. طيب بعد كده هنسيبه على جنب. وتعالى نشوف الكيلو الدقيق بتاعنا. حطينا عليه نص معلقه ملح، حطينا عليه من 3 ل 4 معالق سكر بودر، معلقه الخميره، معلقه اللي هو ريحه الكحك يا حبايبي، ماشي؟ معلقه ريحه كحك، لو مش عايزين تحطها مش مشكله. 4 معالق سكر بودر، نص معلقه بتاع ده قولوا معايا ملح، معلقه ممسوحه صغيره بتاعت شاي خميره. طب نقول تاني، كيلو دقيق عليهم 4 معالق سكر بودر، نص معلقه ملح، معلقه بيكنج باودر ممسوحه، ماشي؟ طب السمسم هنحطه امتى؟ السمسم بعد ما قلبنا المقادير دي، حطينا السمسم فوق الوش اهوت عشان هننزل عليه بالسمنه المقدوحه، بدل ما نحمصه هو يتحمص معانا بالسمنه يا حبايبي. شوفوا السمنه مقدوحه بس مش يعني محروقه، لا اللون يعني كاننا مسخنينها جامد يعني. بس خلوا بالكم من ايديكم، ما تقلبوش بمعلقه سيليكون، قلبوا معلقه معدن او معلقه خشب، ماشي؟ عشان يسخنوا. بعد كده تقلبوه بالمعلقه وتسيبوه لما لحد ما يبرد خالص. ما تجوش يمته، لان بصراحه يعني السمنه سخنه وصعبه جدا، ما تجوش يمته. وملحوظه برضو ما تعملوش في طبق بلاستيك او حاجه، يا طبق ازاز يا طبق معدن ستانلس اللي انا بعمل فيه ده، عشان خاطر ما يتفاعلش مع السمنه يا حبايبي. خلاص. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما بقول لكم الصوره وجعني، معلش انا اسفه على الصوت لان بصراحه عندي برد جامد. طيب بعد كده، بعد ما بردت العجينه معانا وقلبناها بالمعلقه، هنبتدي نبس بقى الكحك بتاعنا. ما هو الا هو بس الكحك. هو صعوبته في ايه؟ ان انت تبسيه، هو مش صعب ولا حاجه، بس قصدي تبسيه جامد عشان يطلع معاكي ناعم. وكل ما هتبسيه بين ايديكي كده هيطلع معاكي ناعم. لو عايزه الكحك ناعم بسيه يعني اقول لك من 5 ل 10 دقائق او 8 دقائق يعني، اقل حاجه، عشان خاطر ما شاء الله يدي نتيجه حلوه معانا، ويبقى بس يعني كحكايه ناعمه كده. بعد ما خلاص شوفوا لدرجه ما يعني ابتدى يطلع ميه لحد ما العجينه امتزج بالسمنه، تحس ان مش محتاج سواء، يعني بقى ما شاء الله طري جدا. هننزل بقى ما نسيت اقول لكم على نص كوبايه ميه، وفيها معلقه خميره. لا انا ما كنتش حطيت الخميره في الاول يا جماعه، معلش ما كنتش حطيت الخميره مع الدقيق. الخميره انا قلبتها مع هنا البيكنج باودر اللي في الدقيق، لكن الخميره نص كوبايه ميه عليها معلقه خميره ممسوحه، عليها يا حبايبي او نص كمان، نص معلقه خميره شاي، يعني معلقه شاي معموله نصها خميره. مش عايزين ان معانا بتاع ده بيكنج باودر برضه، على برضه معلقه سكر، ونقلبه ونسيب الخميره نشوف التفاعل بتاعها وننزل عليه. عجيننا بقى بيها يعني كملنا بقى العجين بتاعنا كوبايه ميه تانية، يعني الكيلو دي بياخد كوبايه ميه واحده، ما تكترش اكتر من كده عشان ما يطلعش معاكي ناشف. يعني ممكن تعملي الكوبايه وفيها الخميره. انا عملت نص كوبايه وحطيت فيها الخميره ومعلقه السكر وعجنت بيها، واحتاجت نص كوبايه تانية ميه عاديه او لبن عادي، بس الاحسن ان يكون ميه عشان عمر الكحكايه تبقى اطول يعني. وبعد كده مش بنعجن بقى زي ما انتم عارفين، بنقلبه بصوابعنا كده. كل النواعم بتتقلب بالصوابع يا حبايبي كده، يعني مش بنعجنه. بعد كده تلاقي معاك طريه، هتجربي حته بين ايدك كده وتشوفيها تبصمي فيها كده، ما تحسش ان هي متشقق، تعرفي ان العجينه بتاعتك بقت مظبوط. مش هنسيبه يخمر طبعا، نغطيه بس ثواني كده. بعد كده احنا قطعنا العجين بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، قطعناه. انا عملت العجين يعني الكحكايه حوالي 20 جرام صغيره. طيب بعد كده من اهم حاجه تعمل تبلوكها بايدك كده، تدفيها تحننها في ايدك كده عشان تطرى معاك زي ما انت شايفاها بعملها كده. معانا برضو حوالي نص 400 جرام ملبن، قطعناها قطع صغيره وسيبناها في جنب جاهز معانا بمعلقه سمنه كده عشان ما يلزقش في ايدنا. طيب بعد كده بنجيب الحته اللي زي ما انت شايفه العجينه،
انا معلش عشان الفيديو بيجري، فاهي زي ما انت شايفه بنفحرها فحره صغيره كده، بنضغطها من النص كده ونحط فيها الايه القطعه الملبن يا حبيبي، وبنكورها كوره صغننه ونرصها في الصواني. دي بقى اللي احنا هنعملها ايه بالبصامه، مش بالمنقاش اهو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ده المنقاش يا حبايبي، بكورها واسيبها، مش بضغط عليها ولا حاجه، انا بضغط عليها بالمنقاش بس. بس ما تسيبوش العجينه مكشوفه عشان ما تشققش. بعد واحده شققت مني ليه؟ لان انا كنت سايباها بعد ما جهزتها قبل المنقاش، قبل بتاع البصامه، سايباه مكشوف. ما تسيبيش العجين بتاعك مكشوف خالص، لان بينشف ووشه بينشف، وبعد كده تيجي تضغطي عليه بالمنقاش او بالبصامه بيفتح معاكي. يعني ما تعملي ازاي يعني، غطي، حاولي كل ما تجهزي تغطيه، كل ما تحطي واحده تغطيه. خلاص بصمنا زي ما انتم شايفين كده. هنسيبه بقى كل ما الصينيه تخلص معانا هندخلها الفرن، مش هنسيبه يخمر والكلام اللي بالكم فيه ده. هو كده يعني هو كده ما شاء الله ارتاح وخمر معانا ومفيش بعد كده. كل ما الصينيه تجهز معانا هندخلها. طيب بعد كده يا حبايبي ما شاء الله هنبتدي نعمل بقى اللي بالمنقاش بتاعنا، شكله برده حلو، نقشه حلوه. دي اللي بالبصمه اهو. المنقاش برده نفس الكرة. العجينه برده يعني بنحننها في ايدنا كده تطرى معانا، وبعد كده تحط قطعه الملبن يعني تكورها بين ايدك كده، وتضغط عليها ضغطه صغيره كده بكفه ايدك. بعد كده تبتدي بقى تعمل بالمنقاش كذا رسمه، عملناها وكذا شكل تنقيش. ما شاء الله طلع حلو. شوف النقشه دي اهو، بنعمل علامه زائد كده، وبنعمل تمانيات في النص كده. سهله قوي والله، مش صعبه ولا حاجه. عادي شكل جميل. هنعمل برضو النقشه الجديده دي حلوه قوي، مش جديده ولا حاجه، بس السنه اللي فاتت كنا بنعمل. بس انا بصراحه احب القلب هي دي كمان اهو. حلوه النقشه دي. لو وصلت مع المقطع تحط لكم كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديوهات دي، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشعاراتنا توصل لكم باذن الله. واللي ما اشتركش في القناه الجميله بتاعتنا ولسه ما اشتركش طبعا يشترك، دايما اشتراككم بيسعدنا وبيفرح. وما تنسوا اللايكات الجميله والكومنتات الحلوه اللي بتشجعنا عشان نعمل لحضراتكم فيديوهات. ايه رايكم في النقش الجميل ده؟ والله يعني من احسن الحاجات ان انا الكحك كله كوم شغله، والشغل ده لوحده بصراحه متعه جميل جدا. بحب المنقش اكتر من البصمه كمان، بس عشان برضو هي بتسعف في الوقت، اللي هي البصمه دي بتسعف في الوقت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دايما يا رب نعمل الكحك كده في كل اعيادنا يا رب كده، والخير دايما موجود ان شاء الله كده يا رب في بيوتنا، ونعمله دايما واعياد كده ورا اعياد يا رب. ايه رايكم بقى؟ اخد لون جميل جدا. ولعت طبعا الفرن ب 10 دقائق او 7 8 دقائق في الاول، وعلى رف اوسط من تحت بياخد لون. وبعد كده بتشغلي الشوايه بياخد لون برده. لو الفرن بتاعك بيولع من تحت ومن فوق برده هنولع برده من تحت والشمعيه من فوق خالص لحد ما ياخد لون. هيكون هو اخد لون برده من فوق، طلع جميل جدا معنا، اخد لون حلو ما شاء الله. جربوا بالطريقه دي، جربوا بالطريقه بتاعتي. والمقادير بتاعتي دي اقتصاديه والله، مش هقول لك 600 جرام سمنه ولا حاجه، لا اقل كمان، واخد ملبن اقل وكل المقادير سهله جميل يعني مش كتيره. واخد معانا ما شاء الله لون حلو قوي. وبعد كده عفرناه بالسكر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ايه رايكم بقى؟ والنقشه ظاهره. شوفوا لما انت مش هتحط خميره كتير وبيكنج باودر كتير النقشه هتفضل معاكي. لو انت حطيتي يعني معلقه خميره بصراحه هيرتفع ويبقى يعني النقشه دي مش هتبقى موجوده معاكي. اخد لون من تحت حلو، من برده من وش الكحكه من ارضيه الكحكه اخدها لون حلو. وتعالوا شوفوا النعوميه بقى، نعوميه مش عارفه امسكها بصراحه مفقشه خالص، وناعمه وجميله جدا وما شاء الله. والكحكه من جوه ما شاء الله اخد لون حلو قوي والله. دايب مش مستحمل، والملبن كله مفروض في قلب الكحكايه. جربوه بالطريقه دي، طريقه حلوه سهله ان شاء الله، مش هتندموا ان شاء الله. جربوا في كيلو. هو يعني احنا كل ايامنا نعمل كحك في اي وقت يا جماعه، مش في العيد بس. جربها على قد على قد اكلك وشربك، مش هياخد منك وقت كتير. يا رب كده اشوفكم دايما على خير. يا رب الفيديوهات تنول اعجابكم، والمحتوى بتاعك النهارده يبقى عند حسن ظنكم. اشوفكم دايما على خير. مع السلامه.